السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم يا جماعة عن اللهم صل على النبي الألوان بتاعت الحمام. تمام، يعني أنا شغال على الألوان بتاعت الحمام بحيث إنها تطلع لون جديد، أو إن الألوان تبقى شكلها مثلا إيه، تتحسن. يعني يكون برضو يعني اللي أنا أعرفه في الشلباز موجود الأسود والأصفر والتركي اللي هو الازرق والاصفر والاحمر والاسود والازرق والتركي والابيض. تمام، دي الالوانات الايه اللي هي الاساسيه في الشقلباز. تمام، في شويه الوان موجوده في ليبيا، انا شغال عليها بحيث ان الالوان دي برضو تطلع تكون عندنا هنا في مصر. تمام، اللي شغال على الالوان دي والدنيا معاه مظبوطه يتواصل معايا، لان انا شغال على كذا لون وبطلع منهم كذا حته. اول حاجه هنتكلم عليها خالص اللي هو الرصاصي، اللي في ناس بيسموه لافندر. تمام، معايا منه جوز، بس الشراب بتاعهم مش عالي. اللي عنده منهم نفس اللون يتواصل معايا 010 9 7 7 1 1 5 4 8. تمام، احنا الالوان هنبدا ان هي ايه، نوريها لكم. هي حاجه كويسه. تمام، لان برضو ايه يعني لكل وقت وليه اذان. تمام، وفي موضه، يعني زي ما تقول كده في موضه حتى في اللبس وفي الهدوم. كل فتره بتيجي تبص تلاقي ايه، لون جديد طلع، حمامه نوعها جديد جت كده يعني، واحنا مع التطوير يعني. تمام، اهو اللون اللي هو الرصاصي اللي هو اللافندر. تمام، اللي عنده منهم شراباتها عالية يتواصل معايا وهنشتريهم منه. تمام، شوية بس هعمل ايه زي اهو الالوانات دي. بس هو الشراب بتاعهم قليل معايا، مش عالي. يعني دي مثلا النتاية. تمام، بس شراباتهم اللي هو بتاع التحضير. تمام، بس اللون مش موجود اهي، اللي هو اللافندر او الرصاصي اللي معاه اللون ده يتواصل معايا ويكون شرابه جامد، مش الشراب ده. تمام، انا عرفت يعني ايه ان انا اطلع حته كده تكون ذكر. تمام، وطلعنا كذا حته برضو منهم. تمام، وده الذكر. نعم، هو عينه صفرة بس ايه مفيش غيره. تمام، وشرابه برضو نص كده. اللي معايا من اللون ده. تمام، و... وعنده منه يعني وشرابه يكون كبير يتواصل معايا. يعني انا بدور على النتايه دي الذكر نفس اللون مش لاقي. تمام، وفي الوانات تانية بقى، في اللي هو هو يعني غير السنجابي والحاجات دي، في مثلا ابو لطعه او ابو بصمه. ثواني هنجيبه بقى. هو ده. دي الوان برضو كده ايه بدات اشتغل عليها، اللي هو بيطلع بيقولوا عليه المرقوع. هو بيبقى في رقعه كده في الجناح، وده شرابه عالي برضو بس انا خرطه، وليه خناجر. ده كان كويس قوي بس انا خرطه. وبرضو اللي هو عامل زي السكري كده، زي الصاف السكري. بصوا، وليه كذا دبوره، شكله جميل يعني، وحمامية جميلة. وأحلى حاجة فيه ميزاء اللطعة دي. لو كانت كاملة وكان عنده جناح وجناح كان الذكر ده عامل فلوس. بس احنا شغالين عليه يعني. اهو الألوانات دي، اللي عنده من الألوانات دي برضه تواصل معايا. يمكن يكون أنا عندي ذكر النتاية كده يعني، وهو برضه عنده ذكر أو نتاية كده يعني.
عشان الالوان نادره ومش موجوده، وانا لو لقيت ذكر مش لاقي نتايه، ولو لقيت نتايه مش لاقي ذكر. تمام. شغال عليهم كده يعني تسليه يعني. وفي برضه منهم اللي هو الريتش ألمون. في برضه الريتش ده اللي هو بيبقى عامل زي الاسترال الدباني او اللافندر. هجيب لكم حته برضه تتفرجوا عليها اهو. ده الريتش، او في ناس بيسموه اللي هو الدباني، بس ده الريتش ألمون دي يعني. اهو ده شقلباز الديل اهو، شراب اهو، عشان محدش يجي يقول لي ده يمني. ماشي. اهو بس هو لسه عايز يتستف، شرابه لسه عايز يتستف. بس هي حمامية جامدة جامدة جامدة. تمام. وهتطلع ليها مستقبل عالي، ولسه كمان لما بتقلش ضوابيرها بتقعد تزيد معايا. تمام. هيطلع ذكر. الالوان دي لو حد عنده منها يتواصل معايا ويتكلم يعني. لو هو حد انا عايز ذكر مثلا، فاهمين؟ عايز ذكر ريتش، عشان دي طالعه معرفش والله، بس هي شكلها انتايه وعينيها بيضه كمان. تمام. الحاجات دي بقى بتطلع ازاي؟ ممكن يعني انا في البدايه كنت مدخل يمني ريتش عليهم. تمام. بعد ما دخلت اليمني الريتش بدأ ان هو يجيب حمام شرابه صغير، فقعدت احسن المستوى ازاي. بقيت ادخل كل شويه حماميه شقلباز وتطلع. الكلام ده على مدار سنه ونص ولا سنتين. كل شويه كنت لما بدخل حماميه شقلباز وتظبط الدنيا في حته الشراب، بس كان بيهرب باللون. فبدات ان انا استحسن الحمام ده كله. طلعت في وسط الحمام ده كله حماميه شراباتها عاليه، بس بنت ريتش وانتايه صفرة شقلباز. النتايه دي موجوده عندي لحد دلوقتي. تمام. النتايه دي لما كنت بديها للحمام كانت نتايه زي ما تقول مزدوجه. كانت ممكن تيجي تجوزها انت، تطلع لك لا تطلع لك حاجه شبه ابوها ولا امها، تقوم مطلع لك مثلا لجدها ريتش، جدها اليمن. يعني ده عامل زي اليمني اللي هو كان الجد القديم. ابوها اصلا ابوه لا ريتش ولا امه ريتش، بس هي ردت للجدود. فالحته دي طلعت في وسط 10 زغاليل. تمام. فهي طلعت في وسط 10 زغاليل، فانا قلت اما اخليها وبعد كده نبقى ايه نظبط الدنيا فيها. تمام. يعني واحده واحده مع التحسين ومع الحاجات دي هتبدا ان انت باذن الله لو هي طلعت ذكر هنجوزها، لو طلعت نتايه برضو، لو طلعت ذكر هجوزها لامه، لو طلعت نتايه هنشوف لها ذكر، او هديها لواحد من اخواتها اللي يكون ايه نقشه الريتش فيها عاليه برضه. تمام. لان هو يعتبر لسه زغلول، بس انا بستفه عشان نشوف مستوى شرابه هيوصل لحد فين معانا. هي الريشه طالعه ايه بس لسه يعني. تمام. وباذن الله خير. واللي محتاج من الموضوع ده اي حاجه او شغال على الليله دي برضه تواصل معايا، يمكن لعل وعسى يكون في حاجه ونتواصل مع بعض ويكون في حاجه كويسه يعني بشكل مستمر. تمام. اللي عنده ذكر رصاصي من اللون اللي وريناه في اول الفيديو يتواصل معايا على 010 9 7711 548، بس يكون رصاصي ابن رصاصي او رصاصي وخلاص. وشرابه يكون شراب ساكسو، يعني يكون شراب حماميه شقلباظايه بس مستواه عالي. تمام. بلاش اللي هو الحاجات الصغيره اللي ما عندهاش خناجر والشغل ده، لان النتايه اللي عندي هنا قليله، فعايز احسنها بذكر يكون دمه يكون كويس بس. والموضوع ده زي ما قلنا كده عشان الناس برضو لو حد عايز يشتغل عايز تسحب اللون هتاخد وقت. هي مش سهله بس هتسحب اللون. اول حاجه هتجيب ذكر مثلا ريتش عشان الجين كله بتاع اللون بيبقى من الاب. هتجيب ذكر ريتش وتديله مثلا نتايه شقلباز تكون صفرة، لان اللون اللافندر هو اسهل حاجه لللافندر. للون الاصفر اسهل حاجه لللافندر او للريتش. تمام. بعد ما تعمل القصه دي
هيطلع لك في وسطهم حمام. نقي النتش الضن اللي طالعين منه، وما ترجعش تلقيها تاني على الاب الريتش اليمني علشان الشراب ما ينقص معاك. شوف عيل من العيال الصغيرين اللي طالعين اخواتها وجوزوا ليها، يكون شرابه عالي مع الوقت. وما تحطش في دماغك، ما تفضلش قاعد لهم، هي سيبها على الله كده وهي تطلع لوحديها. تمام. مع الوقت هتيجي تبص هتلاقيهم ايه، طلعت حته في حته في حته في حته لحد ما هتطلع لك حته زي دي. تبدا ان انت تردها تاني على امه، هيبدا يعني باذن الله باذن الله لما يطلعوا هيبقى الوضع ايه، ثابت شويه، مش زي الاول. مش هتلاقي خلخله، يعني مثلا في وسط كل 10 زغاليل مش هتلاقي زغلوله، هتلاقي ممكن 3 4 زغاليل، والوضع اللي بعديه كده كده كده. فانت لما تعمل القصه دي كلها العمليه معاك هتبدا ان ايه، تستريح. شوف النتش الضمن اللي بيكونوا طالعين، هم دول السر في الموضوع ده كله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.